ريال مدريد يفاجئ إبراهيم دياز بقرار حاسم بخصوص مستقبله بعد نهاية مبارياته مع المنتخب الوطني المغربي. قبل ذكر التفاصيل لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ومتابعة الصفحة، وهيا نبدأ. يبدو أن إدارة نادي ريال مدريد الإسبانية قد حسمت في مستقبل نجمها المغربي إبراهيم دياز، الذي كان مستقبله في الأيام القليلة الماضية يتأرجح بين البقاء في القلعة المدريدية أو الرحيل صوب أحد الوجهات، صوب أحد الأندية المهتمة بخدماته في سوق الانتقالات الصيفي. إبراهيم دياز الذي قدم موسما ممتازا رفقة نادي ريال مدريد برغم من عدم مشاركته أساسيا في كل المباريات، لأنه كان له دور فعال على وجه الخصوص في تتويج نادي ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني بمساهماته التهديفية سواء من حيث الأهداف والتمريرات الحاسمة. اليوم وبحسب منصة لجورنال دو ريال المقربة من أسوار نادي ريال مدريد، فإن هذا الأخير عبر رسميا للاعب المغربي عن رغبته في بقائه داخل نادي ريال مدريد. وأشارت ذات المنصة أن ريال مدريد يهدف إلى إضافة موسم جديد في عقد إبراهيم دياز في الفترة القادمة، لينتهي عقده إلى صيف 2028 بدلا من صيف 2027. وبعبارة أخرى فإن إدارة نادي ريال مدريد أخبرت إبراهيم دياز أنها ترغب في تجديد عقده إلى غاية يونيو من صيف عام 2028، علما أن عقده الحالي يمتد حتى صيف 2027. هذه الخطوة تؤكد أن إدارة ريال مدريد ترغب في أن يستمر معها النجم المغربي إبراهيم دياز لسنوات إضافية، وبذلك فهي بشكل غير مباشر تقطع الطريق، تحاول قطع الطريق إن صح التعبير عن الأندية المهتمة بخدمات إبراهيم دياز. بالإضافة إلى هذه الخطوة، وبحسب ما أكدت تقارير إسبانية أخرى في الأيام القليلة الماضية، فإن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد أخبر إبراهيم دياز أنه سيقوم بتحسين راتبه السنوي، فيتقاضى إبراهيم حاليا ما يقارب 7 ملايين يورو مع نادي ريال مدريد سنويا. وينوي بيريز رئيس النادي الملكي أن يرفع راتب إبراهيم لأكثر من 10 ملايين يورو، وبحسب ذات المصادر الإسبانية فسيصبح راتب إبراهيم دياز الجديد مع ريال مدريد ينافس رواتب نجوم الفريق كفينيسيوس وبيلينغهام وفالفيردي وكورتوا وغيرهم. وللإشارة فإن إبراهيم دياز كما قلنا يحظى باهتمام أندية أوروبية عملاقة، خصوصا أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يبقى نادي أرسنال الإنجليزي من أبرز الأندية المهتمة بخدمات إبراهيم، وهو مستعد لتقديم عرض بقيمة 60 مليون يورو من أجل انتداب اللاعب المغربي في هذا الميركاتو الصيفي. وبالإضافة إلى أرسنال فإن اللاعب يحظى باهتمام أندية تشيلسي ومانشستر يونايتد كذلك.